الخلاف السياسي المحمود بين مختلف القوى والكتل السياسية دون اكتراث لمصلحة الوطن والشعب، ومع إعلان أغلب الكتل النيابية مقاطعتها لجلسة البرلمان العراقي المخصصة للتصويت على اختيار رئيس الجمهورية، وانطلاقا من واجبنا الوطني ودورنا الفعلي السياسي والرقابي والقانوني في البرلمان، نعلن عن حضورنا نحن الكتل النيابية لتحالف من أجل الشعب والكتلة الشعبية المستقلة وكتلة صوت المستقلين والنواب المستقلين لجلسة مجلس النواب هذا اليوم، وإذ نشدد على أهمية احترام المدة الدستورية وبما يخدم الشعب ومنع أي خرق دستوري قد يؤثر على العملية السياسية برمتها، فإننا نحذر من خرق القوانين والأطر الدستورية في مستهل عمل مجلس النواب بدورته الخامسة، لأنه وببساطة سيفتح الباب بمصراعيه للتجاوز على الدستور وسيادة القانون، فكيف سينتهي بنا المطاف بالحفاظ عليه فيما بعد. وختاما، نحن نعتقد بأن الإصلاح الحقيقي يبدأ من البرلمان واحترامه للدستور والقوانين التي يشرعها، لذا لا يمكن أن نكون تحت قاعدة أي ظرف طرفا في أي خرق دستوري، ونؤكد بأن أصوات الناخبين أمانة في أعناقنا، ومن ثوابتنا أن نحافظ عليها ولن نتخلى عن مبادئنا. الاثنين الموافق 7 من شهر شباط لعام 2022. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاش العراق. عاش العراق. أترك المجال للنائبة الأخت السروة للتحدث أو قراءة البيان باللغة الكردية. صلاة على البيت إما أمره دانشتني الزمني من الإيران آمادة بوين أو كاني كمشتاقين زيادة كتلانين كانن وسربقو كانن هاو إيماني لبينا وخوتا هلوها كتلي شعبي سربقو وكتلي دنجي سربقو كان وهلوها شند أندام برلماني في سربقو دانشتنا دا أمانة ئێمە پێمان وایە کە نابێت ئەم پەرلەمان بکرێتە شوێنێک بۆ ئەوەی کە خەرقی یاسایی و دەستوری پیان بکرێت و ئەم پەرلەمانتارانی ئێستا کە لێرە وەستاوی 32 ئەندام پەرلەمان کە لەنەرایەتی ئەم کوتانە دەکەیت لەگەڵ ئەوەندەی کە هەموو کاتێک یاسا سەروەر بێ و ئەو بود یاسایانی دەستوریانەی کە دانراوە ئەوێ پابند بکرێەوەی بۆ ئەوەی کە هەموو ئیجراعاتەکان لە کاتی خۆیان ئەنجام بدرێت. و ئێمە پێمان وایە کە چاکسازی ڕاستەقینە لە پەرلەمانەوە دەست پێ دەکات و چۆن ئەم چاکسازی دەست پێ دەکات بەوەی کە ڕێز لە دەستور و لە یاساکان ببینێت کە پەرلەمان خۆی دایدەنێت کە ئەم دەستور یاخود یاساکان لە پەرلەمانەوە دەبچێت. بۆیە بۆ ئەوەی چاکسازی بکەیت پێویستە کە ئەم چاکسازیە لە پەرلەمانەوە بێت و لەژێر هیچ زەرف و کاتێکدا ئێمە نابینە لایەنگیری هیچ لایەنێک کە خەرقی دەستوری و یاساییەکە و جارێکی تر باتی دەکەینەوە کە دەنگدەرانمان ئەمانەتێکیان داوە بە ئێمە پارێزگاری لەو ئەمانەتە دەکەین و لا نادەین لەو مەبادئانەی کە پێش هەڵبژاردنەکان ئێمە بەڵێنمان پێدا بوو بۆ ئێستش لە پەرلەماندا ئێمە بە هەمان شێوە پارێزگاری لەو مەبادئانە دەکەین و بۆیە جارێکی تر دووپاتی دەکەینەوە کە ئێمە خۆمانی سەربەخۆکان
لويه امتداد هم اولاني ترك لقمه نساونا خۆمانی پێنەرایەتی خۆمان دەکەین ڕاو بۆچوون و سەروەری خۆمانمان زۆر سپاس. إذا أنتم أسئلة شيء عزيز، هذا السؤال يطرح كثيرا، ولكن نحن نذكر بهذه الكلمة الآن التي سمعتموها حريصين على الالتزام بالتوقيتات الدستورية، ولكن للأسف الشديد التجربة العملية في الدورات السابقة عودتنا عزيز، الآن الذي سمعتموها حريصين على الالتزام بالتوقيتات الدستورية، ولكن للأسف الشديد التجربة العملية في الدورات السابقة عودتنا أن هناك أعراف وتقاليد تتحكم بها الكتل الكبيرة، ولذلك ستكون الجلسة مفتوحة انتظارا لقرار المحكمة بعد الطعن الذي قدم بشأن الأخ جباري من قبل رئاسة الجمهورية. فهذا الأمر أعتقد واضح، فأنا أدعوكم أنه لا تستغربوا من بعض التصرفات والإجراءات التي تحصل بسبب سيطرة الأعراف على النصوص الدستورية والقانونية. مفتوحة، لأنه سنستمر في العمل. المجلس النواب سيستمر بعمله باعتباره تمت المصادقة على أعضائه وعلى رئاسته، وسنراقب الحكومة الحالية حكومة تصريف الأعمال بتنفيذ فترة انتخاب رئيس الجمهورية وإعادة وفتح باب الترشيح من جديد. أنتم مع هذا القرار وهل هو قانوني؟ شكرا جزيلا. سيدي الكريم، نقصد بالمفتوحة مو جلسة اليوم مفتوحة، اليوم جلسة بلا نفصال، يعني مسألة انتظارنا إلى الجلسة القادمة. وأنا أركز على أن هناك تقاليد وأعراف في الدورات السابقة للأسف الشديد الكتل الكبيرة هكذا تعمل. أما قضية تمديد وعدم التمديد لا يجوز دستوريا، وإذا هنالك إجراء من هذا القرار سيكون هناك طعن ويرجع القرار للقضاء والمحكمة الاتحادية كما تعلم قراراتها منصبة للقضاء. دنیایی و ئێمە ئەو داواکاریانی کە پێشتر دامەدا بوو ئەوەی کە